يا صباح الفل والورد والياسمين عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا يا بنات نبتدي فيديو جديد وهتاخدي منه معلومات كلها هتفيدك في حياتك ان شاء الله وهتغير حياتك للاحسن. بصوا انا كده هشتغل معاكم، يعني هتكلم معاكم وانا شغاله كده في الغدا. هعمل بسله ورز، بس عايزه اقول معاكم كلمتين كده ان شاء الله هيفيدونا في حياتنا كتير بامر الله. عايزة اقولك انك لو عايزة بجد تتغيري وتنجحي وتوصلي لحياة احسن بكتير من غير ضغط ولا احباط من الناس اللي حواليكي، اكيد طبعا في حياتنا في ناس فضوليين وسماويين وعايزين يعني يشوفوكي واقفة في مكانك محلك سر، فاهماني؟ فانا عايزاكي يعني تشوفي الناس دي يعني كأنك مش شايفاهم اصلا، مش عايزاكي تشوفيهم اصلا. دايما عايزاكي يعني الناس دي عايزة دايما تشوفك واقعة، فانتي ما تنوليش حد ان شاء الله حاجة زي كده. خليكي دايما مع ربنا ومع دعائك ومع صلاتك واذكارك، وان شاء الله انت هتبقي فوق الجميع بامر الله. اشتغلي على نفسك كده في صمت من غير ما حد يحس بيكي. جددي وطوري من نفسك في كل حاجة، ابدأي واكيد ربنا هيقف معاكي لانك حاولتي. اكيد ربنا ما بيضيعش تعب اي حد. وما تحاوليش تبرري لاي حد اي حاجة ولا اي موقف حصل. خليكي دايما على لسانك كده انت صح وريحي دماغك، فاهماني؟ ويا ريت اللي يشوفني وحش يشوفني يعني وحش اكتر واكتر، لان خلاص يعني الواحد ما عادش فيه طاقه، يعني ما فيش طاقه ان انتي خلاص تبرري لحد اي حاجه. واكيد كلنا مش بنتشكر في الاخر يعني. تمام. خدي بالك من الناس بقى اللي عايزه تشوفك يعني اللي مش عايزه تشوفك ناجحه اصلا، لان اكيد ما فيش حد بيحب يشوفك ناجح غير اكيد اللي منك اللي يعني اللي حاسس بيكي انتي من يعني من جواكي. لكن اغلب الناس يعني اغلب الناس اللي في حياتنا بيبقوا عايزين يشوفونا دايما مش ناجحين. واصلا في ناس في حياتنا هي اللي بتبوظ حياتنا اصلا واحنا مش واخدين بالنا. فالله المستعان، ربنا يسترها معانا كده وينجحنا، عشان نجاحنا هو اللي هيتكلم. علشان كده يا قلب اختك عايزه اقولك ان القوه الحقيقيه انك تبني نفسك بنفسك بس في هدوء، وتخلي نجاحك هو اللي يتكلم عنك بس في الوقت الصح والوقت المناسب. تمام. فعايزة اقولك ان ربنا قادر ان يقلب موازين الكون كلها لأجلك. عارفة ليه؟ لانك بصي هو اوقات بتحسي ان كل حاجة ضدك وكل حاجة مش ظابطة معاكي. آه سعيتي كتير واخدتي يعني بكل الاسباب بس برضو مفيش حاجة بتتغير. في سحر بقى عظيم، معجزة إلهية كده من عند ربنا. سر هيغير حياتك إن شاء الله، هيبدل الحزن لطمأنينة. السحر والسر ده يعني بصي هو الدعاء. والله والله يا بنات الدعاء مش مجرد كلام كده بتقوليه بلسانك بس. الدعاء هي لحظة صدق بينك وبين ربنا. متخيلة انت لما يعني بتبقي واقفة بين ايدين ملك الملوك او قاعدة على سكتك كده وبترفعي ايدك، يعني اكيد عمر ربنا ما هيرجع ايدك يعني صفر كده من غير ما يستجيب دعاكي. بس اكيد ربنا هيستجابه في الوقت الصح. تمام. انت اصلا مجرد ما يعني بتقعدي كده وبتدعي وكده اكيد يعني بترجعي بقلبك اخف من التقل اللي كان بيبقى جواه. بيبقى اكتر سكينة ورضا. انت فاكرة ان ربنا مش حاسس بيكي ومش حاسس بالتنهيدة اللي انت بتتنهديها، او مش حاسس بلحظة الضعف اللي انت بتبقي فيها من كل اللي حواليكي من اشخاص بقى ومن ظروف وغيره. لا طبعا ربنا شايف كل ده، بس بيحب يسمع صوتك وانت بتدعي. بيحب يشوفك وانت بتترجيه وبتطلبي منه انه يكبر بخاطرك ويرحم ضعفك ويقويكي وينصرك. فوالله ربنا قادر على كل شيء، قادر انه يعني يخليكي للأفضل. يعني الخراب اللي بقى ممكن يكون جواكي دوت من المواقف ومن الظروف ومن كذا حاجة حصلت ورا بعضها، ربنا قادر يصلح كل اللي جواكي ده. بس انتي ادعي واستشعري بقربك لربنا، لان انتي مجرد ما تحسي ان انتي قريبة من ربنا ده في حد ذاته يعني كفيل ان يخليكي يعني بصي فوق الجميع. يعني ممكن هتحسي ان انتي هتحسي برضا جواكي، هتحسي برضا جواكي بجد يعني
يعني كفاية ان انتي تحسي ان انتي في طمأنينة كده ورضا جواكي. فوالله لا ملجأ من الله الا اليه. لو في حاجة في قلبك او في حاجة عايزة تصلحيها في حياتك، اقعدي كده على سجادتك وارفعي ايدك لربنا. ومش لازم ترتبي دعوات اللي هو ايه يعني، اللهم فاهماني يعني، مش لازم يبقى فيه دعاء معين. يعني قولي لربنا يا رب، يا رب لا اعلم كيف ولكنك على كل شيء قدير. يعني هو شايف وحاسس باللي انت عايزة تقوليه. تمام. دعواتك هتستجاب، يعني اقسم بالله. بس ممكن يعني تتأخر شوية، بس دعواتك هتستجاب او تمنع لخير ليكي. يعني ممكن الدعوة اللي انت عايزة تدعي دي ربنا هيمنعها الخير ليكي، او تتدخل ليكي يوم القيامة، او ترد بيها عنك سوء. تمام. فالحمد لله رب العالمين على اننا الحمد لله مسلمين وموحدين بالله. فيا رب يا بنات، يا رب يجبر بخاطرنا كلنا، وكل اللي جواها دعوة او جواها طلب من ربنا ان ربنا يحققه لها. ربنا ينجح ولادنا، ربنا يجبرنا جبر نتعجب له اهل الارض والسماء. ربنا يرضينا ويرضى عنا جميعا، و... ويسكن في قلوبنا الرضا والطمأنينة يا رب. وينصرنا ان شاء الله، ينصرنا نصرا يتعجب له اهل الارض والسماء. تمام. يا رب ما كنش دوشتكم وطولت عليكم، بس بجد يعني انا لما بيبقى في جوايا حاجه وحابه ان انا اوصلها لكم او احكيها معاكم، بحب اقولها لكم من موقف معين حصل، او حاجه مثلا عملتها وظبطت معايا بحب اقولها لكم. او حاجه اصلا دايما لسه يعني لسه بعملها، فحابه ان انتوا تشاركوا معايا. تمام يا بنات. فاول ما تصحي كده تفتحي شبابيك بيتك وتدخلي كده الطاقه الايجابيه من بيتك. هو احنا طبعا مش عارفين احنا نفتح ولا نقفل الشبابيك لان الجو مش مستقر خالص. فالله المستعان. فصلاتك واذكارك وابدأي يومك كده بذكر الله، شغلي القرآن وشغلي كده عود بخور، وابدأي يومك كده وان شاء الله ربنا قادر يعمل لك كل اللي في نفسك، بس ان شاء الله في الوقت المناسب. فلو وصلتي معايا لحد هنا يا قلب اختك، ما تنسنيش بلايك واشتراك وكومنت امر منك كده يشجعني. بحبكم جدا في الله. مع الف سلامة يا اهل اخوات. عامله الازاز بقى معاكم كده حته صغنطه خالص في الفيديو. يقول ابن القيم: من أراد انشراح الصدر وغفران الذنب وتفريج الكرب وذهاب الهم فليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبي عندما قال للنبي: أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك.